يضرب عليهم نار، ولكنه ما بيصيبش حد بسبب انه مش في وعيه. وفي طلقه بتسيب الكلبشات، وجون بيفك نفسه وبيضرب صوته، وهربوا من النفق اللي هم فيه، وبيكتشفوا ان هم طلعوا على ساحه تيران، وفي تور خبط جون، ولكنهم نجحوا في الهروب في الاخر. وبعدها بيركبوا قطر وبيبقوا رايحين يسرقوا البيضه الثالثه، وبيعرف ان هو قال للفيل على المكان الغلط، وجون بيطلب يعرف مكان البيضه الثالثه فين بالظبط، بس النولد بيرفض يقول المكان وبيقول له انه مش واثق فيه، وبيتعصب جون وبيمسكه وكان هيرميه من القطر، ولكنه دخله تاني في اخر لحظه قبل ما يخبط في القطر المقابل. وبدا نون اللي يشرح له مكان البيضه الثالثه الحقيقي، وبيقول ان البيضه الثالثه كانت مع تاجر التحف الفنيه الخاص بهتلر، وبيقول انه سافر بسفينه من المانيا للارجنتين، وكان مسافر بشنطه واحده بس. وبيقول كمان انه معاه على السفينه 16 حاويه، وكل واحده منهم فيها 5 طن من الالات. وبيقول له ان صيادين الكنوز بداوا يتساءلوا هو ليه رودولف سافر للارجنتين وما باعش البيضه لهتلر، وبيقول ان ابوه كان واحد من صيادين